مرحبا، صباح الخير، مرحبا بكم عندي في مطعم شوميشه. شنو بان لكم تقدروا ديروا شي دوره في الكوزينه؟ شنو تقدروا تشوفوا؟ قولوا لي. غنبداو ان شاء الله. هذا الخبز ديال الدار مصيب بالقمح كومبلي، ندير معاه شي شويه ديال الدقيق ابيض، او لا يمكن لكم تخلطوا معاه الفينو. السلام عبد المولى، الله يعاون. هذا كيجي رائع، كيجي غزال. انا نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيدير بعد ما كيطيب. الخبز ديال القمح بعد ما كيطيب تيجي غزال. وهذا اللي معاه، هذا الخبز ديال السمين وديال الفينو. وهذاك الخبز الغزال كيجي معتبر مع شي املو ديال القلب بحال هذا. الا كاين شي عشاق ديال الاملو يقولوا راه حنا هنا. شناهي اللي فيها الحمراء ولا البيضاء حمزه؟ على حسب الكفته. كفته مالها الكفته؟ نديرو فيها البصله الحمراء ولا البصله البيضاء؟ ايوا على حسب. الا بغيتي تحيد النقراص غدير الحمراء، وإلا بغيتي دير فيها البيضاء. غير عصره ما تخليش فيها الماء باش ما تحمضش لك الكفته. رجع الاملو، فقلت لكم هذا الاملو ممتاز. ضيع لي حبل افكاري لانه كنسمع فيه كيسول على البيضاء ولا الحمراء، ما عرفتوش علاش كيدوي. انا هذا كناكل به بزاف د الحوايج، كناكل به البغرير، كناكل به المسمن، والخبز كيجي من ألذ ما يكون. انا غادي نوري لكم مكونات باش كنحضروا، حيت هذا كنصايبو هنايا عندي في الريستورون. العشاق ديال الاملو بانوا بزاف، قالوا لي شنو هو السر باش كيجي املو بداك الكثافه، والسر خصوصا اللي كيعطي لينا الطيبه والنكهه الاملو اللي كيكونوا ميزين. في نظركم نتومايا عندنا 3 ديال المكونات. هادوك 3 المكونات كلهم مهمين، ولكن شنو هو اهم مكون فيهم؟ وبالنسبه للاملو، باش كنحصلوا على املو ممتاز وجيد، اكيد عندنا 3 ديال العناصر مهمين. عندنا العسل، خاصنا نستعملوا عسل حره. انا كنتكلم على املو التقليدي البلدي. اللوز يكون شي لوز بلدي، تكون النكهه ديال اللوز حاضره قويه، يكون شبعان شمش. وبطبيعه الحال اهم حاجه هي هذا المنتوج هذا اللي هو زيت الارغان. انا كناخذ زيت الارغان ديال لي زاروم دو ماروك، من اجود انواع زيت الارغان. ها هي ويل دارغون اليمونتير بيولوجيك او لا عضويه. هذا من اجود كيف ما قلت الانواع ديال الزيت. شوفوا معايا كيفاش داير الذهب. يا سلام على الريحه ديال زيت الارغان كيفاش خارجه بعد ما كبيتها هكذا. دابا غادي نتكلم لكم على واحد الطبق اللي من اعز الاطباق عندي، كيمكن لي ناكلو كل نهار. كنظن الناس اللي كتعرفني مزيان عارفاني غادي نقول لهم الكسكسو. فالكسكسو صعيب شويه في الخدمه ديالو. الا كنا كنبيعوا منه كميات كثيره، يعني الا كان كيخرج بكميات كثيره، وكنظن انه الناس اللي عندهم مطاعم وكيديروا اكل مغربي غادي يكونوا متفقين معايا. والصعوبه فين كتكون اولا خاصك منتوجات اوليه اللي تكون جيده. انا بالنسبه لي نتوما راكم عارفين كنستعمل كسكسو داري ما يخطى داري، نتوما عارفينها. وهذا على فكره هذا لو كسكس او 5 سيريال عندنا متوفر، كنديروه تحت الطلب. الناس اللي كتطلبوا كنوجدوا لها، ولكن سائر الايام كنعملوا الكسكسو العادي ديال القمح المفتول المتوسط. فكنت كنقول اهم حاجه بالاضافه للكسكسو هي المرقه باش كنديروا سكسو. بالنسبه للكسكسو المواد الاوليه اللي كنستعملوا باش نحضروه مهمه جدا، ولكن كاينه عاد التقنيه ديال التحضير ديال المرقه. لانه المرقه الا ما كانتش عندنا مرقه بنينه خاطره معلكه اللي وبكثره اللي كتخلينا نسقيو الطبق رقم 1 والطبق رقم 50 والطبق رقم 100 يجيو كلهم بحال وتجي فيهم كلهم نفس البنه، فاكيد انه كاينه واحد التقنيه خاصه كنوجدوا بها هذيك لاصوص. يلا اللي بغى يعرفها يقول لي انا بغيت نعرف ونوريها لكم، لاننا حنا كنوجدوا فيها دابا. وهادو سفنجات الكوتي. يا سلام. بالنسبه للمرقه ديال الكسكسو تيقول لك زيد الماء زيد الدقيق. الا بغينا المرقه الكثيره تجينا بنينه
ضروري خصها تكون خاتره. وباش كنخدروها هو كنحضروها كيف ما كنحضروا المرقه ديال اللحم. هاد الطنجره عندي راه عندي فيها 5 كيلو ديال العظام ديال البقري، ها هما هادو شوفوا معايا 5 كيلو ديال العظام ديال البقري، دايره معاهم العطريه ديال الكسكسو، ودايره معاهم البصله ومطيشه في النصيب، الربيع بطبيعه الحال، ولي شوت ديال الخضره. يعني داك الخضره منين تنقطعوها وكنقادوها باش تجي زوينه في التقديم، هذوك البقايا ديالها تاع لي شو ديال اللوف تخيزو القرعه كنديروهم مع هاد العظام وكنطيبوها على عافيه مهيله حتى كتعطينا مريقه خاتره وبنينه ومنسمه كنسقيو بها. ونفس الشيء كنديروه مع الدجاج، كنستعملوا العظيمه الدجاج بالنسبه للكسكسو ديال الدجاج. هذا البرقوق تاع السلف السيرو موجود تقريبا 7 كيلو ديال السكر، فيها 4 طرونس ديال الماء، والقرفه عواد، ولكن القرفه تكون قرفه جيده، النوع ديالها جيد، كندير فيه غير القرفه ما كندير فيه حتى حاجه اخرى. وكنركز بطبيعه الحال على النوعيه ديال البرقوق. هذا البرقوق راه كبير باش تشوفوا يعني تاخذوا فكره. شوفوا ها هو هذا، شوفوا الحبه ديال البرقوق قداش راه فيها تقريبا واحد 5 حتى 6 سنتيم. كنحيدوا ليه العظم، هذا محيدين له العظم ومهبر تبارك الله، كيجي في الماكله وفي النضغه كيجي زوين. بعد ما كيبرد كيتقسم على حسب عدد الحبات اللي كنديروا في كل حطه، كيبقى معاهم السيرو كيتسد عليهم باش كيبقى البرقوق رطب ولذيذ. ودابا غادي نختموها بحليوات اللي غادي يخرجوا دابا. عندنا الفقاس بلدي باللوز والزبيب، عندنا بطبيعه الحال غير انايا كيعجبني الفقاس يكون عامر باللوز والزبيب باش كيجي لذيذ. كاين معاه دي صابلي، لي صابلي بيغ بور نيوزيلاندي يعني بالزبده، الزبده اللي نوع ممتاز، باللوز حتى هوايا معجون اللوز بالداخل ومفند في اللوز من برا. كاين بهذا الشكل وكاين بشكل اخر بالبيستاش لداخل وعلى برا، مع دي بسكوي لا كونفيتور ديال الفريز. حتى لو بسكوي هذايا سي دي صابلي بلا بودغ داموند، العجينه ديالهم فيها لا بودغ داموند، كيجيو هائلين. وان شاء الله غدا ندير لكم عاوتاني شي هوايات اخرين. الله يخليكم على خير.